حاجات بتأثر على performance الويب سايت بتاعك. واحد، انك ما تراعيش الترتيب اللي البراوزر بيمشي فيه، فمثلا ان البراوزر بيهتم اكتر الحاجات اللي هتاخد وقت في التحميل اكتر من الحاجات اللي فيها انتراكشن. تاني حاجه النتورك والسي بي يو، دول بيفرقوا جدا في ترتيب او تنفيذ البروسيس، وده بيعتمد على الكونكشن وبيعتمد على طريقه داونلود السكريبتس، هل هي concurrently ولا sequentially. تالت حاجه استخدامك للثيرد بارتيز اللي ممكن تكون محتاجه بالك اوف جافا سكريبت او كميه كبيره جدا وسي اس اس كتيره وحاجات كتيره قوي ممكن تكون بالداونلود مع الكود بتاعك اصلا، فده بيعطل جدا البرفورمانس. عشان كده لازم تاخد بالك الثيرد بارتيز اللي انت بتستخدمها دي انت محتاجها فعلا ولا لا، ومحتاج منها ايه، وممكن تلاقي منها احسن ايه. رابع حاجه مشاكل البراوزر بقى نفسه، احيانا مش كل البراوزرات بتفهم زي بعض. يعني مثلا عندك حاجه زي البري لودنج، في بعض البراوزرز بتفهم ان البري لودنج ده انا هحمل اي حاجه بري لود هي الاول، وفي براوزرز تاني بتشوف البري لودنج على مستوى كل راوت، فدوت انت بتقدرش تحدده وما بتقدرش تعرفه كويس كل براوزر بيعمل ايه. خامس حاجه بقى هو اصلا السي دي ان، ايه هو الحاجات اللي بيعملها او ايه هي الريكوستات اللي بيطلعها الاول وايه الريكوستات اللي بيأجلها. الافضليه دي انت مش هتعرف تحددها تماما وممكن جدا تفرق في البرفورمانس بتاعك.